السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. جيت نشارك معكم واحد المسمن بريستيج كيجيب واحد القرماشه غزال، لا في الشكل ولا في المذاق، تيجيب واحد الحشوه اقتصاديه. وانتم معايا البنات المقادير العجين. هنا البنات ضفت واحد القرصه ديال الملح، وضفت واحد المعلقه كبيره ديال سنيده ومعلقه كبيره ديال الزبده. الزبده تتبقى اختياريه البنات. وعندي واحد نص كيلو ديال الدقيق من نوعيه جيده. لهاد المسمن كيجي واحد الطريق ديالو غزال البنات. وإلا بغيتو يجيكم واحد القرمشه غزاله كتضيفوا واحد الكاس، كتزيدوا كتضيفوا ديال الفينو كيجي احسن. انا ما تواجدش عندي البنات، راه خلطته بين الدقيق العادي. ضفت واحد زلافه من هنا وزلافه فورس، جاني واحد القرمشه غزاله البنات. وهنا البنات حتى نجمع هاد العجين وندلكها مزيان. كيجينا هاد المسمن كما قلت لكم كيجي ممرق، ديريه على شكل بودان او طريقه جديده. مسمن بريستيج كيجي غزال. هنا البنات غندوز ندلك معكم العجينه واحد الدلكه خفيفه مده واحد 3 دقائق. الا كنتي عندك الوقت البنات كتخلي واحد المده ديال واحد ساعه، كتلقاي العجينه مطاطيه. طلقت انا ما عنديش الوقت، دلكتها هنايا ونخليها ترتاح واحد ثلث ساعه على ما نوجد الحشوه. ونتلاقى بكم البنات تنجمع هاد العجينه ديالي ونخليها ترتاح، ونغطيها بواحد الكيس بلاستيكي واحد السريبيته ونخليها ترتاح. وندوزو لطريقه تحضير المقادير اللي غنديرو هنا البنات. هنا عندي واحد البصله مشلضه، وهنا الدجاج راه طيبته وما صورتوش معاكم. وعندي واحد 3 الفلفلات الوان، الخضراء الصفراء الحمراء، وتيبقى اختياري اللي عندك ديري به. واحد الشعريه الصينيه، واحد 2 باكيات، 2 مرصويات درتهم في الماء وقطعتهم بالمقص. والتوابل البنات المعروفه كما قلت لكم. هذاك الدجاج راه سحرته في شويه البصله باش ما نطولش عليكم، وفرتته وخليته يبرد باش نجي نسمن ندير نورقو ما يبقاش عندي الحشوه كامله سخونه. هنا البنات زدت ندير التوابل. ضفت الملح، الابزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه التحميره ولا البابريكا. وكنشحر هاد البصيله عندي حتى تتهبط ليا شويه. وتنضيف فيها الفلافل البنات. انا ما درتش كل حاجه بوحديتها، خليت ديك البصيله تهبطت ليا وضفت فيها ديك الفلافل. والزيتون البنات راه ضفته مقطع. وضفت الحرور هنا ديال الهريسه. والحرور تيبقى اختياري على حسب الذوق، كل واحد اللي كيبغي الحرور كيستعملو، اللي ما يبغيش. هنا البنات راه وجدات لي عندي ديك الفلافل كما كيبان لكم، هبطات شحرات معايا ديك المقيله اللي عندي. وندوز غنفرتت معاكم داك الدجاج اللي فرتت، غنخوي فوق هاد الحشوه اللي عندي. الدجاج راه تيبقى اختياري البنات، ديري غير علبه ديال الطون. انا عندي الدجاج ضفتو، ماشي ضروري ديري الدجاج البنات. هنا البنات العجينه ارتاحت ليا. نقص مكورات على هذا الشكل هذا عشوائي، تديرهم قد هكاك ما معبورينش البنات حتى نورقوهم. كما كيبان لكم في الصوره راه العجينه ولات عندي مطاطيه، ولا تعطيني طوع مطلقه راسها، وكتعطينا من كتعاوننا البنات من كنبقى نورق فيها. هنا ملي ورقتهم خليتهم مرتاح واحد 5 دقائق باش يجوني ساهلين البنات، باش ما نطولش عليكم. هنا راه ضفت الزبده ديال الطوريق ذوبتها، وضفت فيها شويه الزيت، ضفتها واحد زلافه تبرد باش ما نطولش عليكم. ودزت هنا تنورق هذيك الكره الاولى اللي درت ديال العجين. كما كيبان لكم تيبان لنا سطح العمل باش يجينا داك المسمن بريستيج مورق. كنديروا على شكل بودان او شكل صيغار. هنا البنات كما كيبان لكم راني كنرقق العجينه مزيان حتى تيبان لي داك السطح العمل، باش يجي عندنا داك القرمشه في داك الطوراق اللي كنورقوا، باش ما تبقاش عندنا العجينه غليظه البنات. ندوز معكم مره اخرى نعاود معكم. هنا كما قلت لكم البنات راه كنورقها مزيان، تنورق دوك الجناب ديالها. وانا كندير وكنجر الجناب، راه العجينه مطاطيه عندي مساعداني، راه كان ما فيهاش شي تعقيدات، راه في ساعه كتوجديها البنات وتيجي الشكل ديالها غزال. كما قلت لكم جا الشكل ديالها رائع، وتا المذاق جا روعه البنات. ولا عجبكم شاركتوا معايا، ردوا عليا في التعاليق كي جاكم الشكل ديالهم. هنا البنات دزت معكم ديك الكره الثانيه اللي ورقت. تنضيف الزبده كما قلت لكم ضروري الزبده ديال الطريق هي اللي كتعطينا ديك القرمشه. راه بدو على الزبده وضفت فيها شويه الزيت باش ما تبردش معايا ديك الزبده البنات، غير باش تبقى عندي الزبده دايبه. وهنا ورقتها وكندير في الظرف على ظرف كما كيبان لكم هكا.
على شكل طريقه ديال المسمن المربع. طريقه راه ساهله بالنسبه للمبتدئات، راه ماشي فيها شي تعقيدات. المسمن راه كلشي كيعرف يديرو. هنا كنستعمل بديك الزبده البنات. هنا ما بقاتش لي ديك الزبده في هاد الاخره، هزيت شويه ديال الزبده ما دايباش وضفتها في هاد الوسط، هي اللي بقات لي. كنعمل ندوب شويه ندهن به. هنا البنات كملت ديك المسمن اللي عندي ورقته، جبت ديك الشعريه الصينيه وداك الزيتون قطعت ونخلط هاد الحشوه اللي عندي وضفت واحد المعلقه ديال الحرور. والحرور كما قلت لكم تيبقى اختياري. دزت هنا كنورق هذيك المسمنه الاولى كما قلت لكم عطياني الطوع، تنورقها على هذا الحجم هذا. كنخرج منها جوج بودان البنات، كندير هكا المعلقه كنستعن بها، كنضيف جوج معلقات باش ما تجلخش لك اليد ديالك. تبداي تخبزي بالمسمن تبقى لك اليد ديالك شويه نقيه. وكنستعن بالصبع ديالي باش يجوني سوا البنات، يجيني من نجي ندير داك البودان يجوني مقادين، ما يجينيش واحد شويه زايد على شويه. وكندهن عفوا كنطوي واحد الطويه هكا مرخيه البنات فين يختمروا فين يطيبوا معانا ما يطرطقوش معانا. وكنجيب ديك باش نقطعوا البيتزا تندير واحد الشرائط هكا تيبقاو اختياري. هاد الزينه البنات كما قلت لكم تيبقى اختياري، ممكن ديروهم مسمنات مربعين، انا درتهم على شكل بودان هكا. وكنقرص ديك العجين كنولي ديك تقطيعه لتحت بني ما تحلش ليا. وكنجيب واحد اللاطه دهنتها بشويه الزيت وكنضيف فيها داك البودان اللي كما قلت لكم او سيجار طويل. هنا كنجي كل كره كنخرج منها جوج بودان طوال. كنجي ديك الحشوه اللي عندي كنجيبها ندير بالمعلقه باش يجيوني قياس واحد. كيجي هاد كيما قلت لكم هاد المسمن بريستيج يجي غزال، تيجي بواحد القرماشه وداك الزبده كتعطينا واحد الطريقه البنات تيجي غزال. ملي كطيب تيطيب في الفران كتجبديه هو بحال دايره بالورقه ديال البسطيله، كيبقى يدير واحد الصوت وكيبقاو كيما قلت لكم الورق ورقه من فوق ورقه. وانا ما كنغلطش العجينه البنات السر ديالها باش يجيكم هكا مورق. وكنجيب ديك القطعه ديال البيتزا كندير شرائط هكا، كنفوت واحد السنتيم وندير شرائط هكا على هذا الشكل هذا. وكندور العجينه اللي عندي ونسد لها دوك نقرص لها دوك الجناب باش ما تحلش في الطي، ندخلها الفران ما تحلش حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي يا البنات. نكمل هاد البودان وكنديرهم في اللاطه، راه كيخرج لكم واحد الكميه كثيره. كما كيبان لكم هذوك الشرائط هما باينين وحتى تيطيبوا البنات. وملي كيطيبوا كيبان داك التزيين واخا بسيط كيعطي واحد الشكل غزال واحد المنيضر. وبغيتو ديرهم غا هكاك سامبل كيبقى لكم الاختيار. انا زينتهم زينات وساهله البنات غير بالجراره ولا الموس اللي عندك تستعني به. كما قلت لكم انا تعمدت نركز لكم على هاد الاخراني. راه تيبان لي داك الحشوه اللي درت كتبان لي من العجينه البنات. كما قلت لكم العجين كتبقى مورقه. ديك الجراره ديال البيتزا فندير دوك سنتيم هكاك تزين تيبقى كما قلت لكم تيبقى اختياري حتى نكمل هاد البودان كاع، نكمل هاد الكميه كامله البنات ونعاودو نتلاقاو. هنا البنات بعد ما كملت كاع داك البودان اللي عندي تنحاول نقادهم بليد نعطيهم لا فورم بحال كنحاول هكا نرجعهم بعضياتهم باش يجيني واحد السمك شويه غليظ ما يبقاش عندي رقيق. واللي تيبان لي غليظ البنات تنحاول نمشي باليد ديالي باش يجيوني سوا يجيني قياس واحد كما تشوفوا. راه درتهم هكذا قياس واحد. وكنجيب ديك الزبده اللي تبقات لي تندهنهم بها وندخلهم الفران. انا الفران مشعلاه والسر ديالهم البنات كتسخني الفران مزيان باش ما تيجي فيهم ديك القرماشه كتجي غزاله. كندهن بهاد الزبده حتى تنبغي نهبطهم لتحت البنات باش كندهنهم صفر البيض. وضفتي واحد القطره ديال الحليب والخل. وهنايا البنات قبل ما نطيبهم تنقطعهم على هذا الشكل هذا حسب شي 5 سنتيم قبل ما يطيبوا باش ملي كيطيبوا جي تقطعوهم البنات تيتفرتوا معاكم مع فيهم واحد القرماشه. هنا وخا ديريهم تعبريهم قبل ما تقطعيهم باش يجيو قياس واحد. عند استعنت بهذيك هنا راه دخلتهم البنات الفران تيطيبوا. وكنصور لكم تعمدت هنا راه يلا خداو لي هكا تشمعوا. وضفت ديك الزبده عفوا ديك البيض اللي ضفت فيه داك الخل الصفر ديال البيض ودخلته الفران
وهنا البنات هذاك البودان او مسمن بريستيج من تيطيب كيجي الشكل ديالو هكا، كيجي الشكل ديالو رائع على الشكل ولا المذاق، وشو الشكل كيجي غزال، تتجي فيه واحد القرماشه البنات والله الا غزاله، وتيعطيك واحد الديكور غزال. داك الطوريق اللي درنا كتجي واحد القرماشه رائعه، ولا الشكل ولا المذاق. الا وصلتي اختي لهذا الفيديو ما تنسينيش واحد التعليق، وشكرا على المتابعه. كما قلت لكم مره اخرى شكرا على المتابعه، بقيتي حتى الاخر اختي ما تنسينيش واحد التعليق وواحد جيم. وتنقول البنات شكرا اللي مدعميني في القناه ديالي وتيخليوا لي تعليق، تنقول لكم تبارك الله عليكم وشكرا على المتابعه مره اخرى.